يحاول أحد الصينيين من أقلية الإيغور إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي من العاصمة الهولندية أمستردام حول الاضطهاد الذي تلاقيه تلك الأقلية المسلمة من قبل السلطات الصينية. يشرح المواطن الإيغوري ما يلاقيه مواطنوها من اضطهاد في إقليم تشينغيانغ، مصمما على مواصلة مشواره في إيصال رسالته إلى العالم. التقرير التالي والتفاصيل. في إحدى الساحات العامة بالعاصمة الهولندية أمستردام يتظاهر أحد الصينيين الذين ينحدرون من الأقلية المسلمة الإيغور، وهذا لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي تلخص الحالة التي تعيشها تلك الأقلية في الصين. نشاهد. شكلك نماش قروتنا. أنا هنا، الأخ يقول أنا هنا في أمستردام في ميدان الدام. أنا في هذا المكان أنا أقوم بالمظاهرة لما يقوم لأجل الصين تقوم الآن بقتل الأيغور وتدمير هوية الأيغور وتدخيل الناس كلهم في نازي كامب. ويكشف عبد الغني عن قيام السلطات الصينية بمنعه من التواصل مع أهله، وهذا منذ عام 2017، لافتا إلى مواصلة بكين قمعها للإيغور. أنا هنا لأن الصين تقوم بقتل الأيغور وتدمير هويتهم، وأنا أيضا لا أستطيع أن أتصل إلى والدي وإلى أسرتي. أنا هنا من تاريخ 2017. يقترح عبد الغني كذلك حلولا لمواجهة الظلم الذي تفرضه السلطات الصينية على الإيغور في إقليم الشانغيانغ، تتلخص بنقطتين اثنتين. نقطتين اثنين. أول واحد، أنتم ما تشتروا بضاعة صينية. ثانيا، خريطة الطريق الحريري الذي تمشي من تركستان الشرقية إلى الخارج، وهذا البرنامج أنتم ما تؤيدوه. يجيب عبد الغني عن التساؤلات التي تطرح على الدوام في قضية الإيغور، والتي تتلخص في الأسباب التي تدفع السلطات الصينية لممارسة قمعها ضد الأقلية المسلمة في إقليم شانغيانغ. فلهذا هم الصين يريدون أن وجود هذا الأيغور هنا، يعني ما نستطيع أن نكون صاحب الأرض ما دام أنهم موجودين هنا وعايشين هنا. نحن ما نستطيع مهما فعلنا، نحن لا نستطيع أن نكون أصحاب هذا البلد، فلذلك نقتلهم جميعا. يلفت كذلك إلى أن السلطات الصينية عمدت إلى تجنيد كثير من الصينيين، وهذا بهدف تزويدهم بمعلومات عن الناشطين الإيغور خارج الصين. هم يأتون الصينيون يعلمون هذا الظلم جيدا، رغم هذا هم يأتون ويقولون له لماذا أنت هنا، ماذا تعمل هنا، ليش ما تذهب إلى بيتك. اليوم أيضا اثنين جاء من الصينيين هو يعني عمل مشكلة. بعد ذلك هو صور صورته وأخذ فيديو، هو يقول أن أذهب إلى الشرطة. يؤكد عبد الغني كذلك أن تمكن من إيصال رسالته إلى المجتمع الجديد الذي يعيش فيه، والتي تتلخص بشرح قضية الإيغور والظلم الذي تعانيه تلك الأقلية على أيدي السلطات الصينية. كثيرا من الناس ما يعرفون حتى الآن هذا الوطن لمن وللأيغور وللتركستانيين. كثيرا من الناس ما يعرفون، فلهذا أنا الحمد لله كثيرا من الناس فهموا هذا وعلموا أن هناك أرض يعني اسمه تركستان الشرقية المحتلة من طرف الصين.